لو عايز تلعب بالفلوس لعب يبقى اكيد هتختار تشتغل في تخصص الميديا باينج، بس الحقيقه ان الموضوع مش بالسهوله دي، لان مفيش عميل هيثق انه يمسك اي حد فلوسه ويسيبه كده، دايما بيدور على الخبره. بس احنا في ايمفن دي قصرنا عليك الطريق، وده لاننا جمعنا لك ترينرز مختلفين اشتغلوا في اكبر الشركات سواء في السوق المصري او السوق الخليجي. اول حاجه محتاج تعرفها ان الميديا باينج مش مجرد زراير، فعلشان كده بنبدا معاك بميديا باينج مايند سيت، تقدر فيها انك تفهم ايه متطلبات العميل، ايه المرحله اللي البيزنس بتاعته فيها، فتعرف اكتر هو ايه هدفه من الاعلان، وتقدر ترشح له الحاجه المناسبه وتقنعه. بعدها هنعدي على البلاتفورمز المختلفه، سواء ميتا ادز علشان اساسيه جدا في السوق المصري، او جوجل ادز واللي عليها اكتر من 75% من متخذي القرار في العالم، وضفنا تيك توك وسناب شات ادز علشان هي مهمه جدا في السوق الخليجي. كل كورس بيتضمن تاسكس وورك شوبس علشان نتاكد من فهمك للمحتوى. كمان في نهايه الدبلومه هيكون في بروجكت داي علشان نتاكد انك تقدر تعرض فكرتك على العميل، فهتستلم مننا بريف حقيقي تشتغل عليه وتعمل الميديا بلان بتاعتك وتعرضها كانك بالظبط بتقدم البروبوزل بتاعك. وما نسيناش اللي هيشتغل في شركه، كمان عملنا لك سيميوليشن داي علشان تعرف اكتر ازاي تجهز البورتفوليو بتاعك وازاي تتعرف على اسئله الانترفيو علشان تكون جاهز ترد عليها. وبكده عزيزي الميديا باير، you are ready to go.